السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنكلمكم على البطاطا وجمال البطاطا، وجبة من وجبات الغداء في نظام الطيبات. طبعا البطاطا انتوا عارفين طبعا بتعملوها ازاي، يعني كل واحدة او واحد بيبقى ليه طريقة معينة في عمل البطاطا. في ناس بتعملها مشوية، في ناس بتجيب حلة وبتحط جورنان وبتحطها وبتحط الغطا عليها وتسيبها على نار هادية كده وبتستوي من البخار. احنا بقى المرة دي بقى هنعمل فكرة مختلفة شوية هتشوفوها في الفيديو. انتوا عارفين البطاطا كلها طبعا بتبقى كلها فيتامينات ومعادن وكويسة جدا، والدكتور ضياء سامح بيها في نظام الطيبات، ودي معانا في نظام الطيبات يا جماعة، مش من الممنوعات. طبعا الشتاء بقى داخل ومحتاجين حاجات تدفي، فالبطاطا دي من الأساسيات اللي هي بتعمل تدفئة للجسم وبتبقى حلوة يعني للجسم وكده. شوف بقى جمال البطاطا بقى متقطعة طرنشات كده، وانت بتحطها بقى في حلة وفيها مية وتسخنها، وبعد ما تتسوى وتبقى جميلة كده تحط عليها شوية ملح، تحط عليها شوية كركم، وتاكل بقى بالهنا والشفا. فعلا ما أجمل ولا أروع. هتاكل وهتستمتع بوجبة جميلة وخفيفة على المعدة، ولها فوائد جدا جامة يعني للمعدة، وفيها فيتامينات ومعادن، وهتستفاد. وكده انت ما بعدتش عن عن المسموح، يعني دي حاجة من المسموحات وبعدت بعيد عن الممنوعات. ويلا بينا نشوف الفيديو، يلا بينا نشوف الفيديو. ما تنساش توقف ممنوعات النظام زي الفراخ والدقيق ومشتقاته مثل العيش البلدي والخضار والبيض واللبن والجبنة البيضاء والقريش ومنتجات الصودا مثل البيبسي.